شحال بحبيبك ناسيك يدوز قدام جبتلك مكتوب واش في أول فرصة دار وتبدل عليا اللي حسب عيني شحال صعيب شوف حبيبك ناسيك يدوز قدام انا عالمكتوب واش مخبي ليا بالفعل صعيب بالفعل والفرصة دار وتبدل عليا اللي حسبته سنبيها منه جاي كيفاش معاها كانت تتحرق وراح تحب وخلاني دمعة كيفاش معاها فين غادي بها مصطفى؟ غادي غير تلي بالشهاده ديالها وتعاود ترجع، ما تخافي والو. وحده ماتت وحده شنو واقع؟ تخبي عليا والو مصطفى؟ بعض المرات ياك تخافيش، دابا ربي يخلف يجيب لك زمانك اللي تهلا فيك يكون بك. الحمد لله خدوش بس كيف بقيتي؟ الطجه اللي طجع لك الراجل من وراه. المسلسل المغربي الشيق الشرقي والغربي قصته تنحصر في قلب عداوة تاريخية بين عائلتين متناحرتين تنمو بذرة حب غير متوقعة بين يعقوب وعبلة، شاب وفتاة لم يختارا مصيرهما ولكن وجدا نفسيهما محاصرين في دوامة من العداء والمصالح المتشابكة منذ الصغر. تربى كل منهما على رفض الآخر واعتباره خصما، إلا أن الأقدار كان لها رأي آخر، حيث جمعتهما الصدفة في لحظة فاصلة أشعلت شرارة المشاعر التي حاولت العائلتان إخمادهما بكل الطرق. لكن هذا الحب لم يكن كأي حب عادي، بل كان رهانا خطيرا بين القلب والعقل، بين العاطفة والواقع المرير. ومع كل لقاء بينهما كان يدركان أن استمرارهما معا قد يكون بداية حرب جديدة أو نهاية مأساوية لا يعرفان مداها. إلى جانب القصة العاطفية التي تحرك الأحداث، يشكل الصراع على النفوذ والسلطة جوهرا أساسيا على حبكة المسلسل. العائلتان ليستا مجرد خصمين عاديين، بل قوتان متصارعتان في عالم مظلم تحكمه المصالح، التجارة في الممنوعات والخيانة التي تتسلل بين الحلفاء. كل طرف يسعى للسيطرة على السوق وعلى مراكز القوة، مستغلا نفوذه في الأوساط السياسية والاجتماعية لضمان البقاء في القمة.
في هذا الصراع لا مكان للضعف، لا مجال للرحمة، فكل خطوة خاطئة قد تعني السقوط في فخ الغدر أو التعرض للخيانة من أقرب الناس. فكيف سيتعامل يعقوب وعبلة مع هذه المعركة التي لا ترحم؟ العاشقان يجدان نفسيهما في قلب العاصفة، محاصرين بين نيران الحب ونيران العداء. كلاهما يعلم أن ما يشعران به تجاه بعضهما مستحيل في نظر الجميع، لكنه في نظرهما الحقيقة الوحيدة التي تستحق القتال من أجلها، بين اللقاءات السرية والوعود التي يقطعانها لبعضهما البعض. تبدأ علاقتهما بالتأثير على مجريات الصراع العائلي، مما يدفع الجميع للتساؤل: هل الحب نقطة ضعف يمكن استغلالها، أم أنه يمكن أن يصبح سلاحا يقلب المعادلة؟ وبينما يحاولان إيجاد مخرج لهذا الوضع، يواجهان تحديات لم يتوقعاها، حيث يصبحان هدفا لكل من يريد تحطيم هذا الرابط الذي يهدد بتغيير موازين القوى. في ظل هذه المواجهة المحتدمة، لا يقتصر الصراع على العداوة بين العائلتين فقط، بل يظهر العدو الخفي داخل كل معسكر. الطمع، الخيانة، والمصالح الشخصية تجعل اللعب أكثر تعقيدا، حيث لا أحد يمكن الوثوق به بالكامل. تظهر تحالفات جديدة بين شخصيات لم يكن أحد يتوقع أن يجمعها هدف مشترك، فيما يسعى بعض الأطراف لاستغلال علاقة يعقوب وعبلة لتحقيق مكاسب شخصية أو لتصفية حسابات قديمة. وهكذا يصبح العاشقان ورقتان في يد من يريد إشعال الفوضى أو فرض سيطرته على المعركة، مما يدفعهما إلى اتخاذ قرارات مصيرية ستحدد مستقبلهما. فهل سيتمكنان من النجاة وسط كل هذه المكائد؟ بينما تزداد حدة الصراع، تصبح نهاية القصة مفتوحة على جميع الاحتمالات. هل سيتمكن يعقوب وعبلة من كسر القيود التي فرضتها العائلتين؟ هل سيستطيعان الهروب معا والبحث عن بداية جديدة بعيدا عن إرث الكراهية، أم أن قوة الماضي ستكون أكبر منهما وتجبرهما على مواجهة مصير لم يكن في الحسبان؟ المسلسل يأخذ المشاهد في رحلة من التوتر والتشويق، حيث تتقاطع المشاعر مع المصالح، والخيانة مع الحب، والمستقبل مع الماضي، ليترك الجمهور متشوقا لمعرفة النهاية. هل سينتصر الحب، أم أن العداء سيبقى سيد الموقف؟ مسلسل الشرقي والغربي هو دراما مغربية جديدة تعرض خلال شهر رمضان 2025. تتناول قصة صراع طويل الأمد بين عائلتين حول قطعة أرض، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات والمواجهات بينهما. وسط هذا الصراع تنشأ قصة حب بين شاب وشابة من العائلتين المتناحرتين، مما يزيد من تعقيد الأحداث ويضعهما أمام تحديات كبيرة. المسلسل يستعرض مجموعة من القضايا الاجتماعية المستوحاة من الواقع المغربي، مثل الصراعات العائلية، الحب، الغدر، الخيانة، والعلاقات الأسرية. يظهر العمل كيف تتشابك المصالح وتتصاعد المواجهات بين الخير والشر، تماما كما تتلاقى الرياح الشرقية بالغربية، أحيانا في انسجام وأحيانا في صدام. يضم الشرق والغرب نخبة من نجوم الدراما المغربية،
منهم عبد الله ديدان، نور الصقلي، سامية أقريو، عزيز حطاب، هند بن جبارة، والهاشمي بن عمر. كما يشهد المسلسل عودة الفنانة حنان الإبراهيمي إلى الشاشة بعد غياب طويل، حيث تأمل جمهورها بأن تقدم أداء مميزا يعيدها إلى قلب الدراما المغربية. المسلسل مكون من 30 حلقة، مدة كل منها 30 دقيقة، وسيعرض على القناة المغربية الثانية خلال شهر رمضان 2025. يتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة نظرا لتناوله مواضيع تهم المجتمع المغربي وتقديمه لقصص مشوقة تجمع بين الدراما والرومانسية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي ومتابعين على قناة المهيبل 36. حلقة اليوم أصدقائي سوف أحاول التكلم قدر المستطاع باللغة العربية لكي يصل الشرح إلى جميع العرب. أول شيء أصدقائي سوف يكون الفيديو لهذه الحلقة مقسوم إلى محورين. المحور الأول وهو كيف طرق زيادة المشاهدة بطريقة قانونية، وسنشرح أهم الطرق القانونية التي يوافق عليها اليوتيوب ولا تأتي كأي مخالفة، ويستعملها العديد من اليوتيوبر المعروفين على منصة اليوتيوب. والمحور الثاني وهو سوف نشرح أهم طريقة زيادة أرباح على قناتك على اليوتيوب. لذلك أتمنى منكم أن تبدأوا الفيديو من الأول إلى الأخير أصدقائي. وإذا كنت لا تريد المشاهدة الفيديو من الأول إلى الأخير، وتريد فقط معرفة طريقة زيادة الربح على قنواتك اليوتيوب وكسب أكثر من $100 في اليوم على اليوتيوب، فما عليك صديقي وصديقتي إلا التوجه إلى أسفل الفيديو في الوصف، سوف تجد رابط حسابي على الانستغرام، وما عليك إلا مراسلتي. أنا لن أدعوك ولن أقول لك ادخل وتابعني على الانستغرام، لا تتابعني، فقط أرسل رسالة وسوف أشرح لك باختصار. إذا كنت تريد متابعة الفيديو من الأول إلى الآخر، أو أي شخص يريد التحدث معي في الخاص، فما عليه سوى التوجه إلى أسفل الفيديو ومراسلتي على حساب الانستغرام. لذلك أصدقائي ندخل الآن في الموضوع. طريقة زيادة المشاهدات على قناتك أو على فيديوهاتك بطريقة مضمونة، وزيادة المشتركين، زيادة المشاهدات وزيادة المشتركين بطريقة قانونية. الطريقة هي عمل حملة إعلانية على منصة جوجل آدز التي كانت تسمى من قبل بجوجل آدورد. وكما تلاحظون معي أصدقائي، سوف أريكم أحبتي في الله أنني شخصيا أستعمل هذه الطريقة أحبتي في الله، وسوف أريكم كم تأتيني من مشاهدات خلال 28 يوم أو 7 أيام. نتجه إلى استوديو اليوتيوب أحبتي في الله. هذا الفيديو سوف يكون فيه المصداقية، وتتروا بآية، لن نتكلم من فراغ، سوف نتكلم عن طريق عرض الدليل أحبتي في الله. وكما تلاحظون معي هنا أصدقائي عدد المشاهدات في خلال 28 يوم، وهي 4000 مشاهد و300. وكذلك وقت مشاهدة الساعات بالنسبة للأشخاص الذين يريدون زيادة الساعات على حسابهم، وقت مشاهدة الساعات 357 ساعة. أما بالنسبة للأرباح أحبتي في الله، هذه الأرباح هي فقط لمدة أسبوع أو أقل من أسبوع، $84. وهذه هي القناة الثانية الخاصة. فنتجي كذلك إلى الإحصائيات. نختار هنا 7 أيام، أقل ما يمكن 7 أيام.
لاحظوا معي أصدقائي عدد المشاهدات خلال 7 أيام 3500 مشاهدة بالنسبة لقناة لا يتجاوز عددها 3229 أو 39 مشترك. وقت المشاهدة بالساعات خلال 7 أيام 103 ساعات. المشتركون الذين تمت إضافتهم 39. وكما تلاحظون معي هنا هذه الأرباح $81. إلى هنا يعني إلى هنا كل شيء ضائع أحبتي في الله. لا أظن أن هناك يوتيوبر آخر سوف يشرح معكم كما أشرح معكم أحبتي في الله. لاحظوا معي هنا أرباح ال RPM. الأرباح عالية $59.60. لاحظوا الأرباح $4.89. سوف نطلع على الفيديوهات أصدقائي وسوف نتعلم يعني ال CPM. سوف نرى كذلك ال CPM. أصدقائي أشرح بالنسبة لمن يريد زيادة الأرباح وكذلك نسبة المشاهدات أحبتي في الله. لاحظوا معي هنا بدأ أول شيء أصدقائي هنا بالنسبة أحبتي في الله إلى الأرباح. لاحظوا معي هنا الأرباح أصدقائي ال CPM الخاص بالأرباح وكذلك هنا ال RPM. تلاحظون أصدقائي يعني كل شيء ظاهر. هنا ال CPM أحبتي للفيديو الخاص بنا أصدقائي وصديقاتي كما تلاحظون معي هنا. وهنا أحبتي في الله ال RPM وهنا ال CPM الخاص بالفيديوهات الخاصة بأصدقائي وصديقاتي. يعني إلى هنا كل شيء واضح. يعني زي الأموال كما تلاحظون معي يعني سعر النقرة لمجموعة من الفيديوهات هو سعر نقرة عالي جدا أصدقائي. إذا ما سنشرحه أحبتي في الله وهو طريقة زيادة المشاهدات وجمع المشاهدات وجلب زيارات حقيقية دون أي مشاكل أصدقائي. كما قلنا استعملوا جوجل أدوات. قوموا بعمل حملة إعلانية لا تتجاوز منكم $10 أو $20 في الشهر. $10 تأتي ب5000 مشترك إذا كنت لا تعرف يعني ليس لديك خبرة كبيرة في عالم التسويق للفيديو الخاص بك على منصة جوجل آدز أو التي كنت تسمى من قبل جوجل أدورد. هكذا إذا أطلت عليكم في الفيديو ولكن أريد أن أشرح كل شيء بالتفصيل أحبتي في الله. فإذا كنت تريد زيادة والالتقاء بقناتك والوصول إلى الجمهور فتابع معي دون ملل. واعتبر أن الفيديو هو فيديو مصيري بالنسبة لتغيير طريقة واستراتيجية الخاصة بك في قناتك. لاحظوا معي أحبتي في الله هنا الفيديو الخاص بي على مرور الظهور 65,000 يعني مشاهدات للفيديو الخاص بي 4573 مشاهد. لاحظوا معي هنا 26 أبريل 60,000 شخص شاهد أو ظهر له الفيديو. 5499 شاهدوا الفيديو الخاص بي. لاحظوا هنا كذلك أصدقائي 59,000 مرة الظهور للفيديو الخاص بي. 5132 مشاهد. لاحظوا معي هنا عدد مرور ظهور الفيديو الخاص بي 418,000 مرة ظهور. حصلت من خلالها على 35,000 مشاهد. 1000 مشاهد حصلت عليه وهذا جيد أصدقائي بالنسبة إذا كنت تريد الزيادة والارتقاء بقناتك. لاحظوا معي أصدقائي الحملات التي كنت أقوم بها يعني أموال قليلة لكل فيديو كنت أريد يعني فقط يعني هذا يعني هو بيزنس. عليك وضع رأس مال ولو يكن قليل للزيادة بالقناة الخاصة بك. اعتبر أنك تعمل تجارة. التاجر يجب أن يكون لديه رأس مال قليل أنت وجيبك والله سبحانه وتعالى يبارك في ذلك الرزق. يعني هذا يعتبر أنك تشتغل تجارة. أعطي القليل من المال واشتغل جيدا وقم بعمل محتوى جيد محتوى يرتقي إلى طرف الأشخاص أحبتي في الله وسوف تلاحظ أن قناتك سوف تزيد إلى الأمام وسوف ترتقي بها إلى ما هو أحسن أحبتي في الله.
لن أشرح طريقة يعني التسجيل في جوجل أدورد، فهناك العديد من الفيديوهات على اليوتيوب يمكنكم مشاهدتها واتباع استراتيجية لعمل حملة إعلانية على جوجل أدز أحبتي في الله. فجوجل أدز فيه العديد من يعني ليست فقط وضع أعمال ووضع حملة إعلانية، بل يساعدك في اختيار الكلمات المناسبة للعنوان وللطلب وكذلك لكلمات دلالية للوصف. فإذا كنتم تريدون مني شرح دقيق كما أشرح في هذا الفيديو لطريقة العمل على جوجل أدز فاكتبوها في تعليق وسوف أقوم بشرحها. والآن يا ياسين ماذا سوف تخبرنا بعد ذلك؟ نريد منك طريقة حصولك على هذه الأرباح الأسبوعية واليومية، كيف تربح من مشاهدات عربية تربح هذه الدولارات. يا إخوان ويا أصدقاء، هذا هو السؤال الذي يخفيه العديد من اليوتيوبر، وأنا أعلم أنه سوف يتم محاربتي بأنني سوف أشرح طريقة المحتكرة أو التي يحتكرها مجموعة من اليوتيوبر. فلذلك يا أصدقائي، لكل شخص يريد الربح من اليوتيوب وزيادة الدولارات فما عليه سوى مراسلة أصدقائي فما عليه سوى مراسلتي على حسابي الانستغرام. ووعد مني أي شخص سوف يراسلني على الانستغرام، لا كما أول لن أقول لك تابعني على الانستغرام، لا يا أخي، لا يا أختي، لا تتابعوني على الانستغرام، بل فقط راسلوني. بعدها إذا أردت أن تتابعني فلك الحرية، وإذا أردت الاشتراك على قناتي فأنا سأكون فخورا بذلك. وإذا لم تريد الاشتراك على قناتي ولا تريد متابعتي وتريد فقط المعرفة طريقة فسوف أعطيها لك بالمجان بدون أي شيء. إذا كنت تريد الربح وتحسين أرباحك على اليوتيوب فما عليك سوى مراسلتي أو وضع تعليق أسفل الفيديو أحبتي في الله، أو وضع رابط حسابك على الانستغرام وسوف أقوم أنا بمراسلتك. فلا بأس. فإذا كنت يعني أنت كسول ولا تريد أن تأتي وتشتغل فأنا سوف آتي إليك وسوف أراسلك. فقط يا أصدقائي، فقط دعوا تعليق وأنا معكم بإذن الله للالتقاء. لكن يا أصدقائي، المرجو منكم أي شخص سوف يراسلني فقط يعني شرط مطلوب، إن كانت قناته ذات محتوى جميل فسوف أشرح له الطريقة، وإن كان محتواك محتوى ناقص، محتوى رديء، فمن الأحسن لا تأتي إلي وتسألني الطريقة. قم بمحتوى جميل، قم بمحتوى رائع وسوف أتكلم معك. تقوم بمحتوى رديء، محتوى لا يمثل القيمة الفنية لليوتيوبر، لا أتكلم معك ولا أشرح الطريقة لك وسأتركك منك إلى اليوتيوبر الآخرون. فإذا أردت العمل الجدي فأظهر لي أنك تريد يعني العمل الجدي، أنك تعمل محتوى جدي، أنك تعمل محتوى راقي، سوف نتكلم. غير ذلك فأعتذر. وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا لكل الأصدقاء الذين وصلوا معي، الذين تابعوا الفيديو من الأول إلى الأخير. شكرا لأي شخص سوف يقوم بالضغط على زر لايك وسوف يقوم بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لقناتي أحبتي في الله. شكرا لكم وأستودعكم في رحمة الله تعالى وبركاته، وأنتظروا كل من يريد طرح أسئلة وكل من يريد التعرف على طريقة زيادة الأرباح على اليوتيوب أحبتي في الله. أنتظركم على حسابي الانستغرام، فرسالتكم تهمنا يا أحبتي في الله. وشكرا إلى المتابعة، واستودعكم في رحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله. سرير الليل، برنامج صديق لمن ليس له صديق، برنامج من خلاله نستمع لمجموعة من المشاكل التي يعاني منها العديد من الأشخاص. وكما عودناكم دائما، اليوم سنستمع إلى قصة حزينة ستحكيها لنا شابة مغربية
لن نطيل عليكم أحبتي، نستمع الآن مباشرة إلى ما تقوله متابعة برنامج سهير الليل. سلام خويا ياسين، نتمنى تكون بخير، ونتمنى كاع الناس اللي كيسمعوا لينا يكونوا على اكمل وجه. برنامجك سهير الليل برنامج اللي ماشي عادي، برنامج اللي قاسي. سمعت فيه شي قصص اللي بصح فيهم بزاف ديال الاحزان والالام والمقاومه باش يقدر الانسان يكمل في هذه الدنيا ويصبر على ديك المشاكل والظروف اللي كيدوز منها. انت بهذا البرنامج تكون درتي خطوه موفقه، حيت بصح بزاف ديال الناس محتاجين غير على من يخوي قلبهم. كاين اللي دوز تجارب وبغى يتقاسم العبره ديالهم مع غيره، وكاين واحد الجمله اللي كتولد بزاف ديال الحقد وبزاف ديال الكراهيه اللي هي علاش غير انا اللي كيوقع ليا هادشي كامل، علاش داك الشخص فرحان وديما ضاحك وانا دايما كنبكي والمشاكل كامله فوق ظهري. راه اي شخص ما كيشوفش اش كيدوز غيره من مشاكل وصراعات، انت بصح كتشوف غير الجانب ديال ديك الضحكه اللي على وجهه وانت ما عارفش اش مخبي لداخل. راه بصح فرقكم غير الصبر. انت بهذا البرنامج توصل فكره لاي مستمع ان هكذا الدنيا عامره مشاكل وانا حتى واحد ما عايش بلا بيها. حتى انا بغيت نعاود قصتي وشنو عايشه حاليا، ومن هاني نخوي قلبي حيت بصح عايز. انا كنت كنكره الاب ديالها لواحد الدرجه ما تصورش والله. عندي اب ميزنا في العذاب والمرض والاعصاب، اب اللي ما كيهمو والو من غير راسو وعائلته اللي هما خوتو وخواتاتو. بابا شهواني والعيالات وعز تسمع على هاد الكلمه ما كتبتش. كيحيد منا الفلوس وكيخسرهم على العيالات، الله ياخد فيه الحق. كنكرهو بزاف حيت بسببو ماما مرضات ولات كطيح لينا بالاعصاب ودخلت في اكتئاب. كنكرهو حيت حارمنا من بزاف ديال الحوايج، واخا هو بابا خاصني نحترمو، مي انا ما بقيتش نعتبره اب، كرهتو وليت كنعتبرو ميت. وهنا بزاف اللي غادي يقولوا لي علاش. نجاوبكم، واش كاينه شي بنت في هاد الدنيا اللي يقول ليها باباها ما بقيتش قادر نصرف عليك، خرجي دبري على راسك وهي يلا عندها 20 عام؟ واش كاين شي اب اللي كيقول لبنته انتيا كتعرفي تقولي غير بابا عطيني وما كتعرفيش تقولي هاك بابا حيت طلبات منه فلوس محتاجاهم؟ علاش كنكرهو كرهت النهار اللي كنت فيه بنتي، وهادشي غير شويه من بزاف اللي عشت مع العسف. هذه هي قصتي مع بابا، ما تصوروش شنو عايشه والله. اللي يشوفني يقول هذه هانيه في حياتها حيت دايما ضاحكه مدخلاني ما علم به غير الله. انا بنت اللي شافت باباها بغى يذبح اختها وانا عندي يلاه 7 سنين واختي كان عندها 13 عام، حيت بكل بساطه ما بغاتش تتزوج وتخرج من القرايه. وفاش وقفات له ماما في وجههم طلبات الطلاق قال لي الا بغيتيهم يقراو غتبقاي تديهم وتسنايهم حتى يخرجوا. وماما مسكينه قبلات حيت بغاتنا نقراو ونعيشوا حياتنا وصبرات معنا الله يخليها لينا. وهنا بدات بقات حياتنا جميله حتى لواحد النهار بالضبط 22 في شهر 10 2013 كنا في دارنا وجا زلزال وتهدت دارنا بالريب وخرجونا وعودونا ب6 ديال المليون. ايوا جا بابا قال لماما عطيني حقي اللي هو 3 ديال المليون. جات ماما مسكينه قالت له خليها باش نمشيو نكريو لولادنا. عرفتي اشنو قال ليها؟ قال ليها هما كري ليهم ولا خليهم، انا عطينا غير حقي. وهنا بالضبط غيبدا العذاب ديال بصح. خرجت ماما وكلات لينا وصافي دارت الماء من يدوز وكملنا حياتنا. وبقات ماما هي اللي كتخلص الكرام حقها اللي بقى لمدة 1.5 عام. وكتاب علينا نرحلو حيت مول الدار بغا دارو ومشينا كرينا في بلاصه اخرى. وماما اللي دبرات باش حيت بابا قال ليها ما عنديش وما غنكريش ليكم وحنا ماشي ولادو. صافي بقينا هكاك صابرين حتى يحل الله ونوليو احسن. بالعكس غير ما زادت تكفلات. انا اللي مرضت في هادشي وضاعت قرايتي فاش وصلت للكاتريا
زادوا المشاكل في الدار ووليت دايعة غير فيهم، وهملت قرايتي لدرجة دوبلت عامين في الكاتريان، وفي التالي خرجت منها وجلست عام في الدار ووليت غير ساهية وكنفكر ومرضت في صحتي ونفسيتي، وبقيت هكاك عام كله. جات مرة شافتني هكاك خلفات وتكلفات ودخلتني للتكوين وخديت دبلوم ووليت جلست في الدار حيت بابا ما خلانيش نخدم، وليت عايشة غير في مشاكل كتر وكتر حيت بابا غير ما زاد فيه، ولاو كيقولوا شي هضره اللي كتدمرني نهار على نهار لدرجه كرهته حيت عيشني شي حوايج اللي كبر من سني. هذه هي قصتي، نتمنى تكون وصلتكم ونتمنى تواسيوني وتوقفوا جنبي حيت بصحيت بصح دوزت شي معاناة اللي بزاف والله، معاناة اللي كبر من سني، ما بقيتش عارفة راسي انا فين وما بقيتش لاقيه راسي، رجعت كنتمنى غير نحسن نخدى وانا مرتاحة بلا دموع، ولكن الله غالب، هذا هو قدر الله.
السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي أحبتي وإخواني. اليوم أصدقائي سوف نتعرف على أهم الطرق التي تجعل من الفيديوهات الخاصة بنا تتصدر محركات البحث الخاصة باليوتيوب، ويكون الفيديو من بين الفيديوهات الأوائل للمشاهدين، وجلب عدد المشاهدات، عدد كبير من المشاهدات للفيديو الخاص بنا. لكن قبل أن نشرح هذه الخطوات وأن نشرح هذه الطريقة، أتمنى منكم إذا كنتم أول مرة تزوروا قناتي بالاشتراك على القناة، وكذلك تفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما جديد قناتنا. وإذا أعجبكم الفيديو في الأخير لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك. الآن أصدقائي نذهب ونقوم بشرح الطريقة. أول شيء أصدقائي يجب علينا التعرف على كيف نتصدر أو ما هي الشروط التي ستجعل من الفيديو الخاص بنا يتصدر نتائج البحث داخل يوتيوب، أو بما يصح قوله سيو اليوتيوب. كيف يكون الفيديو الخاص بنا يحترم سيو اليوتيوب؟ ما هو سيو اليوتيوب؟ سيو اليوتيوب هو يعتمد على 4 شروط، من بينها العنوان. يجب عليك أن يكون العنوان الخاص بك عنوان مثير وجذاب ويحمل كلمات دلالية خاصة بالفيديو. الشيء الثاني وهو المهم، أو الشرط الثاني وهو المهم، وهو الوصف. يجب عليك وضع وصف يحتوي على كلمات دلالية وكلمات مفتاحية، ليس بكلمات كلمة واحدة، بل يجب عليك كتابة وصف دقيق ووصف يشرح ما سوف تقوم به داخل الفيديو الخاص بك. هذا الوصف يجب عليه أن يكون بداخله كلمات مفتاحية وكلمات دلالية التي يبحث عنها المشاهد وسوف يجدها في الفيديو الخاص بك. أما الشرط الثالث وهو الصورة المصغرة. يا أصدقائي ويا أحبتي، الصورة المصغرة تلعب دور كبير في جلب المشاهد للفيديو الخاص بك. فحينما تضع صورة مصغرة جميلة ومثيرة فهي تجلب المشاهد دون قراءة العنوان ودون قراءة الوصف، فقط الصورة إذا كانت جميلة ومثيرة وجذابة فهي تأتي بالمشاهد. والشرط الرابع وهو شرط مهم وضروري، وهو التاج أو الكلمات المفتاحية، أو بما يعرف بالكلمات الدلالية. هذه الشروط الأربعة أصدقائي هي قوة السيو اليوتيوب. فإذا استطعت أن تقوم بعمل جيد وعمل متابع، فسوف أو إذا احترمت هذه الشروط أصدقائي سوف يكون الفيديو الخاص بك من بين الفيديوهات الأوائل التي تتصدر نتائج البحث. وبهذه الطريقة سوف يأتيك العديد من المشاهدين. كيف نقوم بإنشاء واحترام هذه الشروط؟ هذا ما سوف نشرحه على الهاتف الخاص بنا أحبتي في الله. كما قلنا أصدقائي، هذا كما تلاحظون هنا قمت بتحميل الفيديو، وهنا أصدقائي وضعت العنوان كما تلاحظون معي في الصورة. كيف سوف نأتي بهذا العنوان، أو كيف سوف نضع عنوان يجذب أنظار المشاهدين ويأتينا به عدد من المشاهدات كثير أحبتي في الله؟ أول شيء أصدقائي، على سبيل المثال هنا سوف نختار مثلا على سبيل المثال أصدقائي كما تلاحظون معي هنا، حينما نكتب هذه الكلمات تخطي شروط اليوتيوب، كما تلاحظون الفيديوهات الأولى كما تلاحظون المتصدرة في نتائج البحث على اليوتيوب أحبتي في الله، هذه الفيديوهات هي التي تصدرت نتائج البحث على اليوتيوب وحصلت على عدد من المشاهدات كثيرة أصدقائي. كيف يمكننا منافسة هذه القنوات أو هذه الفيديوهات؟ كما قلنا، أول شيء أصدقائي عليكم مثلا اختيار عنوان من بين هذه العناوين. نقوم باختيار كلمة دلالية
من كل عنوان، وهكذا سوف نحصل على عنوان خاص بنا. حاول أن تأخذ كلمة أو كلمة دلالية من كل عنوان وأن تقوم بتجميعهما في عنوان خاص بك. هذه هي الشرط الأول لطريقة الحصول على عنوان مناسب وعنوان فيه كلمة دلالية تقوم بتصدر نتائج البحث على اليوتيوب. هذه الطريقة الأولى لكي يكون لدينا عنوان مثير. أما الشيء الثاني وهو المهم أصدقائي، وهو الوصف. كيف أحصل على وصف مناسب لكي يحتوي على مجموعة من الكلمات الدلالية؟ كما تلاحظون أنا وضعت هنا يعني وصف مثير ووصف أشرح من خلاله طريقة الحصول على 4000 ساعة مشاهدة في أقل من شهر، ووضعت مجموعة من الكلمات الدلالية داخل الوصف. كيف يمكنني الحصول على وصف به كلمات دلالية تجلب عدد من المشاهدات كثيرة على الفيديو الخاص به؟ لقد وضعت لكم أصدقائي موقع يعني جميل جدا، موقع رائع لكي تقوم بتصدر أو يساعدك على جلب أو الحصول على كلمات دلالية خاصة بالوصف الخاص بك أصدقائي. هذا الموقع سوف تجدونه رابط أسفل الفيديو أحبتي في الله. أول شيء أصدقائي سوف نكتب مثلا هنا كما تلاحظون أصدقائي هنا مجموعة من الكلمات الخاصة أو مجموعة من الكلمات التي يبحث عليها المشاهد. هذه الكلمات هي كثيرة التي يبحث عنها المشاهدون داخل اليوتيوب. من خلال هذه الكلمات التي نجدها هنا أصدقائي يمكننا كتابة وصف دقيق لما يحتويه الفيديو الخاص بنا. يعني هنا أصدقائي أي كلام يعني لكي نكتب وصف دقيق يجب علينا أن نعلم عما يبحث عنه المشاهد داخل اليوتيوب. وكما تلاحظون هنا معي تحقيق شروط اليوتيوب، تحقيق شروط يوتيوب، تحقيق شروط يوتيوب خميسات، شروط تحقيق الهدف. هذه الكلمات يمكننا من خلالها كتابة وصف دقيق ووصف به كلمة دلالية التي يبحث عنها المشاهد داخل اليوتيوب، وبهذا سوف نحصل على وصف قوي به كلمة دلالية يمكننا من خلالها تصدر نتائج البحث على اليوتيوب ورفع من مستوى الفيديو الخاص بنا على محركات البحث الخاصة باليوتيوب. الشرط الثالث أصدقائي وهو الشرط كما قلنا شرط مهم، وهو الصورة المصغرة أحبتي في الله. كما تلاحظون معي هنا في هذه الصورة يعني صورة جذابة. من خلال هذه الصورة نجد أن هناك شعار اليوتيوب، يعني الصورة تتحدث عن شيء اسمه اليوتيوب. وفي العنوان أصدقائي نلاحظ أن هنا 4000 ساعة مشاهدة، يعني الصورة المصغرة تعطي نظرة قوية أو تجلب الشخص الذي يبحث عن هذا الموضوع، يعني الذي يبحث عن شروط طريقة الحصول على 4000 ساعة مشاهدة. أنت مثلا لديك الطبخ، حاول أن تقوم بالبحث عن صور مصغرة جذابة. كما تلاحظون معي مثلا هنا أصدقائي هذه هنا مجموعة من الصور المصغرة التي تجذب المشاهد لمشاهدة الفيديو الخاص بك من المهلة الأولى أصدقائي دون قراءة العنوان أو دون قراءة الوصف أصدقائي. فالصورة المصغرة كما قلنا كما تلاحظون معي الصور مثيرة بها ألوان جميلة ومتناسقة تجلب الزائر لمشاهدة الفيديو الخاص بك. أما الشرط الرابع وهو شرط مهم أصدقائي وهو الكلمات المفتاحية والكلمات الدلالية الخاصة بالفيديو الخاص بك. كيف سوف نحصل على هذه الكلمات الدلالية؟ هناك موقع آخر الذي يساعدك في الحصول على الكلمات الدلالية، سوف تجد رابط الموقع أسفل الفيديو أصدقائي مرة أخرى. هنا أصدقائي هذا هو الموقع، وهو موقع جميل وموقع موثوق أحبتي في الله. كما تلاحظون معي سوف نقوم بحذف هذه الأشياء. مثلا أصدقائي كما قلنا الفيديو الذي سوف أقوم بنشره وهو الحصول على أو تخطي شروط اليوتيوب. على سبيل المثال سوف نكتب شروط
يوتيوب. وكما تلاحظون أصدقائي معي كتبت شروط اليوتيوب وأعطاني العديد من الكلمات الدلالية أو الكلمات المفتاحية التي يمكنني وضعها في صندوق الكلمات المفتاحية أو التاج الخاص بالفيديو الخاص بي. وهذه الكلمات هي التي يبحث عنها أي مشاهد على اليوتيوب يعني الحصول على أو تخطي شروط اليوتيوب. أنت مثلا إذا كان لديك الطبخ أو أي مجال أنت تشتغل به، وأنت مثلا إذا قمت بتنزيل الطبخ أي وصفة، قم بوضع اسم الوصفة أصدقائي وسوف تعطيك مجموعة من الكلمات الدلالية. فما علينا لكي ننقل هذه الكلمات فقط أصدقائي بالضغط على كوبي، وسوف نقوم بنسخها كما تلاحظ معي أصدقائي. مثلا على سبيل المثال سوف نقوم بالضغط على كوبي ونتجه مرة أخرى إلى الفيديو أو قائمة التحميل الخاصة بالفيديو الخاص بنا أصدقائي، ونقوم بالضغط هنا ضغطة مواصلة ونقوم بالضغط على لصق. وكما تلاحظون أصدقائي لقد قمنا بوضع كلمات دلالية هنا أحبتي في الله كلها. سوف نقوم بحذف بعض الكلمات الدلالية من هنا أصدقائي. والموقع الأول أصدقائي هما موقعان جميلان وسوف يساعدكم على تصدر نتائج البحث على اليوتيوب وأن الفيديوهات الخاصة بكم سوف تنافس الفيديوهات القوية في تصدر نتائج البحث، ومن هنا سوف تأتيكم مشاهدات كثيرة على الفيديوهات الخاصة بكم أحبتي في الله. أتمنى أن تكون الحلقة مفيدة إليكم أصدقائي، وإلى اللقاء، ونستودعكم في رحمة الله تعالى وبركاته. أن يكون شرح الفيديو الخاص بنا نال إعجابكم، وأن تكون جميع الأمور قد توضحت إليكم أحبتي في الله. وإلى اللقاء أصدقائي، ولا تنسوا بالضغط على زر اللايك للفيديو، وكذلك الاشتراك في القناة إذا كنتم لأول مرة تزوروا قناتي، فهذا داعم